14 من دجنبر سنة 2022 سيبقى محفورا في ذاكرة كل مغربي. نصف نهائي كأس العالم لأول مرة لمنتخب المغرب ولمنتخب عربي وإفريقي في مواجهة الدياكة الفرنسية. المباراة لعبت على استاد البيت، أحد أجمل الملاعب في العالم. قبل بداية المباراة الكل كان يتساءل: هل للمنتخب المغربي القدرة على المرور إلى النهائي أم للديكة الفرنسية رأي آخر؟ لعنة الإصابات أثرت على المنتخب المغربي بشكل كبير. نايف أكرد ليس أساسيا، رومان سيس يخرج بعد دقائق قليلة من بداية المباراة، ونصير المزراوي الذي أنهى الشوط الأول بشق الأنفس دخل مكانه يحيى عطية الله، فقدم مباراة كبيرة كما العادة. المنتخب المغربي هاجم وبادر وفعل كل شيء، لكن الحظ لم يحالفه في هذه المباراة. أكثر من أعجبني في هذه المباراة هو اللاعب أناحي وأمرابط، لاعبين قدما مباراة للتاريخ، ولا محالة ستنهال عليهم العروض من أكبر الأندية الأوروبية. تلقينا هدفا مبكرا في المباراة، هذا ما صعب علينا المأمورية. ضربة مقسية من جواد الياميق اصطدمت بالعارضة، عادت الأمل للمغاربة. نزل اللاعبون بكل ثقلهم لمعادلة النتيجة، لكن الكرة تابت أن تدخل الشباك هيغلوريس. دافع وليد الركراكي بالزلزول وأبو خلال حمد الله في الشوط الثاني، لكن لا جديد يذكر. عذرا، هنالك من يدافع على عبد الرزاق حمد الله دائما، لكن اللاعب دخل وظهر بمستوى باهت. تارة تمريرة خاطئة، وتارة أخرى أنانية زائدة حرمتنا من معادلة النتيجة. المنتخب الفرنسي يضيف الهدف الثاني، ونهاية أحلام المغاربة. سنصفق لكم ونرفع القبعة، أفضل أداء لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ المونديال. رفعتم رؤوسنا عاليا ووحدتم الأمة العربية والإسلامية، فشكرا لكم من القلب. لكي لا ننسى، هناك مباراة مهمة جدا يوم السبت ستجمعنا بالمنتخب الكرواتي لتحديد المركز الثالث. نتمنى الفوز للأسود من قلوبنا. إسماعيل الريف فلوج كان معكم، شكرا على المتابعة والتشجيع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.